اخيرا لقيت مكان بيعمل عيش تميس في اسكندريه. عايز اقول لكم من ساعه ما جيت من السعوديه وانا بدور عليه هنا اصلا، واخيرا بعد سنه لقيت. صلوا بينا على النبي. ايه رايكم لو عملنا تجربه مختلفه وعيشنا اليوم كله باكل خليجي بس واحنا هنا في اسكندريه؟ تعالوا نشوف الكلام. تسلم ايدك. عيش التميس وده اول حاجه لازم كنا نبدا بيها مع الفطار، رغيف عيش تميس سخنه مع عدس وفول وشكشوكه. عايز اقول لكم اللي ما دقش العيش التميس حرفيا فايته كتير لانه يتاكل حاف. جربت اول حاجه الفول كان حلو، معمول ببهارات مختلفه عن بتاعتنا، كان مظبوط جدا. بس اللي ابهرني كان العدس يا جماعه كان مبهر في الفطار، لدرجه ان انا سالتهم على البهارات ما رضوش يقولوا. الشكشوكه برده كانت حلوه جدا بصراحه، بس انا كنت الف مهما الف وارجع تاني للعدس. عندهم بقى سلطات فتوش وكده، ده مثلا كان اسمه فتوش باشا. فطير بقى عندهم اسمه مطبق، يعني ده مثلا مطبق قشطه وعسل. عايز اقول لكم كان خفيف جدا وكان تحفه، وكمان مع الشاي الكرك عامل تجربه غير طبعا. بصراحه كان لازم ننتخ كده شويه قبل ما الغدا ينزل. منسف بقى ومقلوبه ومندي وشغله كبيره، والكبسه والنبي اوعى تنسى. اول حاجه انا جربتها بصراحه كنت متحمس ليها جدا، المنسف مع الجمبري.